السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج العقرب حبايب قلبي، صفوا النية، تفائلوا بالخير، تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفر. طبعا حبايب قلب ام احمد ما تنسوش نصلي على الحبيب وكمان الاستغفار يا حبايبي، ولازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، انه لا يعلم الغيب الا الله، محمد رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انت في علاقة عاطفية معقدة، انت بتلم امورك، طاقة الحب والعاطفة عندك مقفلة، ما فيش طاقة الحب والعاطفة، بتلم امورك وبس، عمال ان انت تلم دنيتك وبس، لكن طاقة الحب والعاطفة والعطاء دول مش موجودين عندك، مش موجودة عندك. انت فقدتهم ولا حد معقدك؟ يعني انت عندك كده عامل زي ما اكون انت هتوصل كده للقمة، هتوصل القمة لدرجة ان انت ما شاء الله من كتر ما انت هتوصل للقمة دي الناس هتحسدك، بس خلي بالك انت بقى من الحسد. حاول ان انت تحسن نفسك دايما بالاذكار، وحاول ان انت تقرب من ربنا. اه، انت انت بتساعد كل الناس، وفي بقى لما انت كنت مستني الناس تقف جنبك، لا ان لقيت الناس مش محسسكش ان هي جنبك، ومحسسكش ان في حد، ده محدش جنبك ولا في ظهرك. الموقف ده هيلف وهيرجع الناس تاني، وهتشوف وربنا هيخلص منهم قدام عينيك، لان انت كنت مستنيهم ان هم يكونوا معاك وفي ظهرك وجنبك، لكن للاسف الناس دي خلت بيك، ما كانتش واقفه جنبك، وما حسستش، ما حسيتش ان انت كنت بتعمل خير ابدا، او اللي هو انت كنت في ظهرهم. هم يشربوا بنفس الكاس وانت هتقف تتفرج، هيشربوا من نفس الكاس اللي هم دواك منه لما انت كنت محتاجهم، وكنت بتقول حد يقف جنبي، حد يساعدني، وهم شايفين حالك وبيراقبوك وعارفين ان انت كنت محتاج حد يقف جنبك. هم خلوا بيك وما كنتش واقف لوحدك، هي ايدك هي اللي سندك، هي اللي بسندك، انت اللي كنت شايل نفسك بنفسك، ومفيش حد كان جنبك في الوقت ده. كنت من جواك بركان وبتصرخ ومحتاج حد يقف جنبك، حد يساعدك، حد يطبطب عليك، لكن ما، وده كاس وهيلف وهيرجع لصعبه. ربنا هيرد لك القضية دي، وربنا هيخلص منهم قد ايه، وهشوف الفترة الجاية ربنا هيرد لك الحاجة ديت. في عندكم اخبار هتكون حلوة بتخص عملك، يعني انت هتوصل اللي انت عايزه، هتوصل كده للقمة بإذن الله رب العالمين. عندك وصول لقمة، وعندك هتكون أيام هتكون أحسن وأحلى، أيام هتكون أفضل وأحسن الفترة الجاية، بس لازم تحصن نفسك من الحسد اللي هيكون عليك. انت بتحاول تنظم وقتك ومسؤولياتك عشان تقدر تعمل اللي انت عايز توصله، فلازم تخلي بالك من نفسك ومن الناس اللي موجودة واللي مركزة في حياتك. عندك الحاسة السادسة دي مش مخليك مرتاح خالص، الحاجة اللي بتحسها وبتحصل على طول وبتفكر فيها وبتحصل. كمان انت مصدوم من شخص خانك وده كان قريب منك، دخلك بقى في قصة جديدة وفي الآخر غدر بيك وطعنك. انت الفترة دي حاسس ان جسمك وجعك، حاسس ان انت تعبان مرهق، ده بسبب الضغط اللي انت واقع فيه. انت فترة من الخنقة والضيق اللي مسيطرة عليك بسبب الطاقة السلبية اللي موجودة في حياتك. حاول تخرج من اللي انت فيه، وحاول تشوف نفسك في حاجات جديدة. عندك في فترة إرهاق وتعب وإهمال في نفسك، وده مخليك متضايق وزعلان عن نفسك. هتجيلك رسالة الفترة الجاية وده تطمن قلبك، ودي هتكون بشرة خير ليك. عندك عودة لحياتك في أمور حلوة، وعندك في استلام ورق، بس عندك حسد بطريقة قوية. الحسد ده هو واكل حياتك، مخليك بتنفصل عن كل الناس اللي انت بتحبها، وبتخليك عايش لوحدك ومش عايش، مش حاسس بالأمان بسبب الغدر اللي واقع من دمك ولحمك.
انت الفترة دي لغيت حاجات كتيرة في حياتك، خرجت ناس من حياتك، بدأت تعمل حدود بينك وبينهم. انت ضحيت كتير وبدأت تداري أحزانك وتداري أسرارك. يا ريت ما تحكيش لحد. في عندك شخص واقف ضدك في موضوع في بالك انت عايز تعمله، بس خلي بالك في الطريق ليك في هدية جايالك، ودي هتكون حلوة قوي بإذن رب العالمين. وكمان هيكون عندك انفراجة، وهتخرج من طاقة القلق والحيرة اللي انت واقع فيها. في أشخاص هيساعدوك الفترة الجاية وهيحلوا لك المشكلة اللي بينك وبين حد، بس في عواقب واقفة قدامك في موضوع نفسك ان هو يكملك على خير. في عندك رزق جاي وهيكون وراه مكالمة حلوة هتبسطك، مش كده وبس، هيكون في لقاء وكلام حلو، والكلام ده هيكون على في فلوس، في فرصة جاية لك. في شخص مناسب هتتعرف عليه الفترة الجاية، وهيكون عندك نقلة خارج البلاد، والله أعلى وأعلم. في عندك شخص متقلب المزاج بيتغير عليك فترة لفترة، وحاجة دي مضايقاك. انت الفترة دي محتاج فترة هدوء، محتاج ان انت تبقى هادي، ما تتكلمش مع حد. انت عندك مرات اخ، مرات عم، حد قريب منك، ده الله اعلم ده حطاك في دماغها كده وبتتكلم، يعني مش سايباك. انت عندك موضوع كده ماشي هيكون عندك انفراجة لان انت سايبها على الله. انت بتعاني من ألم في المعدة. الحسد ده ملخبط حياتك وبطريقة سلبية. الحسد مش سايبك في حالك ومخليك تعبان وملكش نفس لأي حاجة، أزينك وعاملين لك سحر. فلازم تخلي بالك، لازم تخلي بالك، لأن انت عندك مرات أخ دي مش كويسة، بتحاول توقعك في مشاكل وعراكيل انت مستغني عنها. انت ما بتأذيش حد وما بتعملش حاجة وحشة في حد، انتوا دايما متألقين في حياتكم بس محسودين. لا اله الا الله انت رسول الله. انتوا عندكم فيه ارتباط، خطوبة او زواج او اتفاق بين عيلتين، بإذن الله هيكون في مقابلة حلوة هتحسوا بيها بالفرحة. في شخص ما بيعرفش الحق والباطل، ما بيتكلمش لو بس. عندك حسد، حسد وشخص كبير في السن ده بيراقبك. في حد عايز يعرف تفاصيل حياتك كلها ومركز عليك بطريقة كبيرة. حاولوا بقى تتفاهموا اموركم كده بشكل ايجابي، ولازم تخلي بالك من واحدة بتحاول تقرب منكم دي عشان تأذي. فاحذر وخلي بالك، لان هي بتبين ان هي صديقة وحبيبة. لا اله الا الله. في حد دايما معاك وبيدعمك وواقف جنبك وبيحبك، بس من وراك بيتكلم عليك، بيتكلم عليك بطريقة كبيرة. في حاجات اتسرقت منك مخليك متضايق كده وزهقان، رغم ان انت عندك تحرير من قيود موجودة في حياتك، وعندك هدف هتوصل له، لان انت حاطط الهدف قدامك وناوي عليه. وطول ما انت ناوي على الهدف هتنجح فيه بإذن الله. الفترة الجاية لازم تخلي بالك، خطواتك دي بتتراقب، وفي ناس بتتجسس عليك، شغلتها بس التجسس، عايزة تعرف انت ماشي ازاي وحياتك فيها ايه. فانا عايزاك تخلي بالك وتكون حذر، وتخلي بالك من كل حاجة. الفترة الجاية هيكون عندك ازدهار وتحقيق حلمك. في عندك صديق هيكون في بينكوا صلح، هيجيلكوا خبر كمان حلو في شخص موجود في حياتك، وهيكون في عتاب ولوم بينكوا. وكمان انت هتتخلص من الماضي وهترميه ورا ظهرك، وهيكون في عندك دعم حلو، وقلبك هيبدأ يفرح من جديد. هتجرب حاجات ما جربتهاش قبل كده، وهتخش في حاجات جديدة. عندك كمان دموع على الخد بسبب الحزن وكسرة القلب اللي انت مريت بيها بقالك فترة.
عندك في زيارة لشخص عزيز على قلبك الفترة الجاية، بس في طرف تالت بيتدخل بينك وبين شريكك، بيأذيك بيأذيك بطريقة رهيبة. انت ناوي على حاجات كتيرة تعملها، وفعلا اللي انت ناوي عليه هتعمله. ليه؟ لان انت عندك في توازن في امورك الفترة الجاية، وعندك خروج من الهم والحزن اللي انت شايله بقالك فترة. عندك تأجيل الامور اللي عندك ده من مصلحتك انت. في حد بيحاول يأثر عليك بطاقة سلبية وعلى نفسيتك، وبيجي عليك. انت الفترة الجاية هيكون عندك في جراءة، وهتكون مختلف، والناس هتبدأ تتكلم عليك بطريقة مختلفة. روحانيتك عالية، هتبدأ عندك مرحلة جديدة خلال الأيام الجاية. هتدق على بابك الفترة الجاية إنجاز وحاجات حلوة وفترة إيجابية، وهيكون فترة من راحة. والفترة اللي انت بتتعامل بيها ببراءة دي هتنتهي، وهتبقى شخص تاني، لأن انت ناوي على التغيير. وكل اللي أذاك عايش مرتاح. لازم تخلي بالك من الناس حواليك عايزين يكسروا قلبك. لازم تكون حذر، ما تكونش بقى حزين. خلي عندك حواطة، بلاش يكون عندك تسرع في امورك، لان هم قاعدين كده وبصين لك. انت الفترة دي بتتعامل بهدوء، رغم ان جواك بركان، يعني ساكت وهادي. بتقول انا هشتري اكتر ما بيع، يعني هيكون قادر شوية. وقف الحال ده وراه النجاح، بيبان هتتفتح قدامك. انت مش مرتاح الفترة دي، وقلقان وحيران، بس الطريق اللي انت ماشي فيه ده هيكون فترة راحة. الضغط اللي انت فيه ده فترة وهتعدي، وهيكون عندك حظ قريب جدا. شوية التردد والحيرة اللي عندك دول ليه؟ انت عندك فيه توازن في امورك. حاول تهدى وبلاش العصبية. انت عصبي الفترة دي لان انت سمعت كلام حرق دمك وضايقك، بيخليك تبقى في عندك كوابيس، وحاطط كده مواضيع قدامك وتشتغل. عشان كده عندك وجع دماغ مش طبيعي. لا اله الا انت رسول الله. عندك فيه تيسير امور، وكمان عندك نظرة مختلفة للحياة وبشكل ايجابي. يعني في ايجابيات ليك، رغم ان في امورك متلخبطة وعندك في حيرة وتوتر، بس عندك في انفراجة حلوة، وهيكون فيها سعادة، وهيكون عندك في رزق وفير، وهتسد منه ديون. انت حاسس ان الفترة دي ان انت مش مرتاح. انت محتاج ان انت تغير من امور اللي انت فيها، لان انت عندك في سفر وعندك في خير. وكمان السبب الرئيسي اللي مخلي بينك وبين عيلتك خلافات هي مرات الأخ. لازم تخلي بالك منك، وخلي بالك من صحتك، خلي بالك من نفسيتك، لأن الوجع اللي بيجيلك ده سبب العراقيل. عندك ترقية وزيادة في الراتب الفترة الجاية. الفترة اللي انت فيها منعزل عن الناس اللي حواليك، ده بسبب وجع قلبك. بدأت تقفل عن نفسك حاجات كتيرة، وبدأت تكون لوحدك، رغم ان انت حريص في شخصية عاملة نفسها طيبة القلب، بس هي خبيثة ومركزة في حياتك. انت نيتك صافية دايما، وطيبة قلبك دي هي اللي بتوقعك في مشاكل. انت زعلان على حاجات كتيرة موجودة في حياتك، زعلان على عمرك اللي ضاع على الناس ما تستاهلش، زعلان على الناس دخلت في حياتك خدت منك الحلو كله، وظلمتك وسابتك. ما تقلقش، ربنا هيجيب لك حقك الفترة الجاية. اصبر بس وقول يا رب. انت متخيل ربنا سايب لك ناسي حقك؟ لا، انت دايما متألق. واحسن حاجة ان انت طلعت نفسك من علاقة سلبية، علاقة تنجسية، وكانت اسياك بشكل سلبي مخليك تعبان بكل الطرق. انت شاطر جدا، شاطر جدا في اعمالك، في افعالك، شاطر جدا في حاجات كتيرة في حياتك. وعشان كده هم غيرين منك، بغيرين منك لان هم شايفين ان انت احسن منهم. فعشان كده انت هتفرح بتحقيق هدفك رغم كل اللي انت فيه. بس حاول تمسك على ايديك شوية، لان المصاريف انت متسرع فيها. الفلوس عندك بتتبخر بسبب شدة الحسد، وعشان كده هيكون عندك فيه تعويض.
وهيجيلك اللي اذاك وظلمك، وانت اللي هتقرر هتعمل ايه وهتاخد حقك ازاي وهتبدأ ازاي. في عندك هدية جايلك وبخير بإذن رب العالمين. صلوا على الحبيب كده عليه أفضل الصلاة والسلام. انتوا عندكوا تغيير جذري من وضع لوضع أحسن، في عندكوا طريقة يتفتح قدامكوا وهيكون فيها راحة بال، بس لازم تخلي بالك من الطريق ده. مش كل طريق يتفتح قدامك يبقى هو ده صح. انت دايما بتدور على الحنان والحب، انت رومانسي بس مش لاقي الحاجة دي، وبيستغلوك وكمان بيأذوك. دايما نفسك حد يحتويك. انت مش محتاج حاجة من حد، بس محتاج فترة راحة. مش عايز ضغط نفس عليك، اللي فيك مكفيك، ودي حاجة مضايقاك. محتاج ان انت تكون هادي، ان حد يطبطب عليك، وملكش نصيب في الحب بسبب ان انت اديت زيادة عن اللزوم. ما تخش في علاقة بتدي زيادة عن اللزوم، فياريت تاخد اكتر ما تدي. اتعلم، انت بسم الله ما شاء الله عليك هتوصل وهتكبر وهتقعد على كرسي حلو بإذن الله. مش كده وبس، انت هتخش في فترة راحة من بعد الصراع والركود اللي انت فيه. يعني عشت في فترة كانت فيها صراع، قلبك من جوه وجعك، قلبك كده حاسس ان في نغزة، في عندك عراقيل، عندك طاقة حب جايلك وهتعود على حياتك وبإذن رب العالمين. لا إله إلا الله. انتوا الفترة دي بتختاروا حاجات اللي تضايقكم، الفترة دي انتوا بتختاروا الحاجة اللي تضايقكم، رغم ان انتوا عندكم سعادة جايالكم بس في حاجات مضايقاكم، في حاجة ناقصاكم. دايما بتدوروا على ناقصكم بتكملوه. في عندكم حد تعبان او توفى، حد انت كنت بتقول عليه سندك، كنت بتقول عليه هو الشخص ده مفيش حد زيه. اما جاتلك الصدمة وكسرة القلب دي من اقرب الناس ليك اللي ظلمك واللي وجعوك، وعشان كده قلبك من جوه بينزف ودموعك على خدك كوابيس، احلام، توتر، حيرة. انت بتخاف تنام من كتر الضغط اللي انت فيه، بتخاف. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. انت ماشي في دايرة ولوحدك، مستني حاجات كتيرة انها تحصل لك، مستني تغيرات، مستني فرحة، بتحاول تثبت وجودك بنفسك ومش طالب حاجة من حد. انت بتقول لهم سيبوني في حالي، مش عايز حد يتكلم عليا ولا يأذيني. انت مش طالب منهم ولا خير ولا شر، انا عايز نعمل نفسي بنفسي. وهم واقفين لك ولاقوك وصلت لهدفك وتحقيق حلمك، هيحاولوا يستغلوك ويحاولوا يأذوك، بس انت حاول ما تقلقش، لان انت عندك ازدهار. ما تنساش ان ربنا واقف جنبك وهيساعدك. في عندك بشارة حلوة، في حد هيجيلك ويعتذرلك الفترة الجاية وهيقولك أنا آسف سامحني، لأن أنت ماشي في طريق سعادة وهتتخلص من التوتر والخير اللي أنت فيها، وهتقابل شخص جديد وبإذن رب العالمين، وهتخش في فترة راحة وتعويض من عند ربنا. فعشان كده ما تقلقش وتكون متضايق وتقفل على نفسك بيبان لازم تكون مفتوحة. الفرص اللي جايلك دي هتكون حلوة، فلازم تكون هادي. والضغط النفسي ده أيامه هتعدي وهتتعرض عليك فرصة جديدة، وهيخبطوا عليك ناس جديدة، وهيعرضوا عليك فترة من الراحة وفترة من التغيير. انت بسم الله ما شاء الله ناوي على حاجات ان انت تعملها، ناوي على امور حلوة، بس في عندك غموض في حياتك وده مخليك متضايق. في حد شاغل بالك قوي الايام ديت، حد شاغل بالك قوي، عشت فترة من التعب والزعل، بس حان وقت اللي انت تفرح، وحان وقت ان انت تعرف ايه انت عايز ايه وتشتغل عليه. عندكوا في حزن، قلق، بتحاولوا ان انتوا تلملموا الماضي وترميه ورا ظهرك، بس ما تقلقش، عندكم فترة تقدم وفترة خير وده بفضل رب العالمين. انت مريت بخيبة امل كتيرة وفي حاجات كتيرة ضايقتك،
بس عندك ناس كمان بتغير منك، فانت لازم تاخد القرار عشان تكمل هدفك وتكمل مصلحتك بنفسك انت وبايدك. وانت هتبدأ تطور من نفسك، وهيكون عندك توازن في امورك كلها.